هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل انبوكسنج لشويه حاجات كده صغيره، اللي هي مش لبس، الحاجات المتفرقه الصغيره دي اللي بتبقى موجوده عند شي ان، اللي هي التولز او الاكسسوارات بتاعه الحاجات، عارفين كده. هم اللي بعتوا لي الباكج ده، الصراحه انا ما نقيتش اي حاجه فيه، فاحنا هنفتح والحاجه لو ينفع نجربها او في حاجه ينفع نجربها في الفيديو ده هنجربها مع بعض النهارده. بس هم بعتوا لي الحاجات دي عشان افكركم بالسيل بتاع 11/11. انتوا عارفين ان شي ان بيعملوا سيل كبير جدا على الويب سايت كله في الفتره بتاعه شهر 11 دي، فانا جايه افكركم بالسيل ده. فتابعوا شي ان واستغلوا الخصومات اللي اوريدي موجوده طول السنه، يعني هم مش مستنيين خصومات، هم اوريدي بيبقوا عاملين خصومات طول السنه. فبس كده خليكم فاكرين السيل بتاع 11/11، وخلينا نبتدي اوريكم الحاجات اللي هم بعتنها لي، مش انا اللي نقيتها، واقول لكم رايي فيها. اوكي يا حلوين، هنبتدي اول حاجه بدي. انا عارفه ان في ناس ما بتحبش الاصوات بتاعه الاكياس، بس استحملوني. يعني المفروض ان دي تول بتاعه فرش، اللي هي بتحطوا فيها الفرش على الديسك او على التسريحه على المكتب، اي حاجه يا حبايبي. هي جاي معاها زي دبل فيس كده، المفروض ان انتوا بتلزقوه هنا وبتثبتوها على المكتب. انا هحطها لكم كده اوريكم شكلها على المكتب، بس اكشلي انا مش عايزه اثبتها، لان انا المكتب ساعات بفك واركنه على جنب، فهي هتفضل متعلقه فيه وهيبقى الموضوع سخيف. بس هي فعليا بتتعمل كده، ان انتوا تحطوا الدبل فيس في الجزء ده وتتعلق على المكتب، فتبقى كانها باكت متعلق في المكتب. هصور لكم عشان تشوفوا الشكل عامل ازاي. بالنسبه لي دي عمليه للناس اللي عندها مكاتب وما بتحبش تحط عليها حاجات من فوق، او كوبايات فيها الاقلام وكده، وبتبقى عايزاهم على جنب. فدي تبقى حلوه قوي لو للاطفال مثلا، للالوان، للاقلام اللي انت عايزه تشوفيها قدامك طول الوقت، بس ما تعملش زحمه على المكتب. فدي ممكن قريتها مثلا ب8/10. نيجي للباك دي، جاي فيها كميه مش طبيعيه من الباف سبونج. طبعا انتوا عارفين كلنا بنستخدم دلوقتي الباف سبونج دي للباودر، ما يبقاش حد بيستخدم الفرش للباودر. فهو الكيس ده جواه تقريبا 30 قطعه، في منهم الموف وفي الاسود والبينك والبيج اللي هو اللون ده اللي مش عارفه اسمه، بترولي فيروزي مش عارفه. دي بالنسبه لي هتبقى ممتازه لو انت ميك اب ارتست، تحتاجي كميه كبيره منها. ودلوقتي طالع جديد موضوع ان تبقى ميك اب ارتست وتديكي زي شنطه كده بيبقى فيها شويه روج من اللي كانت استخدمتهولك، وباف سبونج زي دي عليها شويه باودر عشان لو بشرتك لمعت في الفرح او كده. فدي بالنسبه لي ممتازه جدا 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 لو انت ميك اب ارتست، هتظبط معاكي قوي بحيث ان انت تتهلك بسرعه وتترمي ويبقى عندك ستوك كتير منها. نيجي لدي، استغربتها قوي اول ما جات لي الاول، وبقيت اقول ايه ده، يعني هم بعتلي ايه؟ بس لقيت هنا مكتوب ريذر، يعني حلاقه، فما فهمتش، او حاجه ليها علاقه بالحلاقه يعني. بس هي بتاعه كده، انا مش عارفه هتشوفوها ولا لا طبعا، لان هي لونها ابيض فمش مبين عليها اي تفاصيل. هي عليها زي قلب كده من هنا، اوكي. وجاي معاها كتالوج. المفروض ان دي سانستيف كير شيفنج، يعني دي مكنه حلاقه مفروض يعني، وهم منزلين منها المفروض اشكال كتير او الوان كتير، وده بيبقى شكلها من جوه. فتعالوا نفتحها كده، شكلها كده. بس هنا هنقف عند نقطه واحده، يعني هنقف عند النقطه دي، هي فكره ان التول دي بتتفك واقدر اجيب مكانها او اشتري مكانها. فمش عارفه، استنوا عشان ميبي تكون انا خايفه اكسرها قوي، يعني فاهمين؟ الحته دي بيتضغط عليها كده وبتتشال الشفرة. فتفتكروا لو جبت مثلا الشفرة بتاعتي وركبتها عليها هتشتغل؟ خلينا نقوم نجيب الشفرة. اما جبت الشفرة بتاعتي، للأسف الراس بتاعت الشفرة اللي هي بتاعت فينوس مش هتركب عليها، بس انا خدت بالي ان هما كاتبين على الكتالوج بتاعها ان هي شفرة affordable، يعني متوفره، ونفس السعر بتاع الشفرات الرجالي، بما ان الشفرات الرجالي نوعا ما سعرها بيبقى ارخص بكتير من الشفرات الحريمي. فهم هنا كاتبين هنا في ميل بيساوي ميل، يعني نفس السعر تقريبا. وهنا جود ديزاين بيساوي اكسبنسيف، لكن دي الديزاين بتاعها حلو
وسعرها رخيص. طب ما تيجي نشوفها كده سعرها عامل كام. هي ثمنها $5، $5 و6 من 10 سنت، بس هنقول $5. $5 يعني ثمنها 154 جنيه. فانا بالنسبه لي انا لا، في شفرات تانية معروفه وفي منها عدد بنفس السعر تقريبا. فبالنسبه لي التول دي تنفع اكتر لو انت مسافره، يعني لو انت مسافره وعايزه حاجه كده يكون شكلها حلو ومتداريه، عروسه ولسه شهر العسل وعايزه تاخدي معاكي تول زي دي صغننه ما حدش ياخد باله منها، فحاساها لطيفه في الحته دي. فكره ان هي بس تكون محطوطه جوه حاجه على قدها ومقفوله وما تتعرضش لاي ميكروبات والكلام ده كله، فبالنسبه لي لا، هتبقى لطيفه في الحته دي. انا كدعاء لا، ما انا بحب بتاعتي. اللي بعده بعتولي كمان السات دي ما فيش حد بيسافر او بيروح في اماكن ممكن يبات او كده الا لما بيحتاجها. ودايما اما باجي اسافر المصيف وبدور عليها مش بلاقيها، مش عارفه ليه. بنزل ادور عليها في المحلات مش بلاقي دي. انا كنت ببقى سهل ان انا احصلها وانا في الامارات، بس هنا في مصر ما كنتش بلاقيها. فالحمد لله ان هم بعتوها لي. دي احلى حاجه فيها ان هي دي باك للسفر كده، بدل ما تاخدي معاكي الشامبو والسكين كير كلها بالحجم الكبير، فانت سهل ان انت تحطيهم هنا از حجم صغير. معاكي ازازه صغيره هنا ينفع تستخدميه از شامبو، كونديشنر، تونر اللي انت عايزاه، وازازه كسبراي ممكن تحطي فيها بادي ماست او حاجه زي كده، ومعاكي ازازه تانية برضو كشامبو او الحاجات اللي قلتها في الاول، ومعاكي حاجه بامب ممكن تستخدميها از غسول، الحاجات دي كلها. ومعاكي دايرتين صغيرين ممكن تحطي واحد فيهم السان بلوك وواحد فيهم كريم المرطب. فدول بالنسبه لي حاجه جامده جدا لو انت شخص بيسافر كتير، بيروح ويجي كتير، تروحي تباتي عند مامتك بالاسبوع، الكلام ده كله. فبدل ما تاخدي حاجتك كلها تحطيها في حاجه صغنونه زي كده ويبقى سهل ان انت تتحركي بيها. فدي بالنسبه لي اديها 9 من 10. بغض النظر عن الالوان، ما بحبش الالوان الفاقعه دي، بس هي كالباطلز نفسهم عمليه جدا. نيجي بقى دي المفروض ان هي مرايه LED. طبعا انا فتحت كل البوكسز دي، بس انا قلت الحاجات اللي فيها تجربه هجربها معاكم. المرايه دي انا عملت لهم، او الحاجات دي عملت لهم انبوكسنج على الانستجرام، وهنزل لكم ريل ليهم برده واحنا بنعمل لهم انبوكسنج. يعني انا عارفه اوريدي ايه الحاجه اللي موجوده، بس انا لو في حاجه هستخدمها معاكم. دي مرايه ليها ستاند كده من ورا، ينفع تحطيها على التسريحه، ينفع تحطيها جنبك على الكومود. واحده زي كده بتعمل ميك اب وبتبقى عايزه تعمل ميك اب ويكون في مرايه قريبه منها، فالمرايه دي حساها عمليه وجامده جدا ان انا امسكها في ايديا او بالايد اللي ورا دي اسندها. احلى حاجه في المرايه دي ان هي فيها LED لايت في دايره هنا كده، بتدوسي عليها، استنوا، ايوه كده، وبتغير الاضاءه بتاعتها. يعني بصوا، دي وارم ودي ازرق كده على اصفر، المفروض ان دي وارم يعني برضو، وتاني تطفي ابيض اصفر وارم المفروض يعني. فهي الصراحه شكلها حلو قوي وحجمها صغير وعمليه بالنسبه لي. يعني انا بحب قوي يكون عندي مرايات قدامي على المكتب عشان وانا بعمل ميك اب او بصور معاكم. فالصراحه دي بالنسبه لي عمليه جدا جدا. اديها برضو 9 من 10 لان خايفه شويه على الايد دي، يعني حاساها ممكن ما تستحملش قوي. انا كده كده محدش بيستخدم الحاجات دي معايا، فانا بحافظ على حاجات، بس حاساها ممكن مع حد ملهوج كده تتكسر معاه بسهوله. بس هي مرايه شكلها حلو جدا، وفكره ان هي فيها اضاءه، فانت مش محتاجه تحطي قدامك اضاءه عاليه عشان تحطي ميك اب، انت اوريدي شايفه كل تفاصيل الميك اب. اللي بعده اوكي، دي زي كده باكيت او شنطه ميك اب. ده شكلها كده، هي كلها فرو ومن جوه ووتر بروف. يعني ده شكلها كده من جوه. احلى حاجه ان هي من جوه ووتر بروف. يعني اغلب شنط الميك اب اللي عندي لا اما كلها بلاستيك لا اما من جوه قماش، فالقماش من جوه مع الميك اب والحاجات دي بيتبهدل، فاحلى حاجه ان هي ووتر بروف من جوه. الموضوع الوحيد اللي عندي فيها ان انا حاسه ان هي عيالي شويه، يعني حاسه ان مش انا تقريبا نفس البراند بتاعت الحاجات دي، فحاسه ان شويه عايزه بنوته صغنونه، مش انا خالص. وانا من الناس اللي هو يعني ما بحبش حاجات الكرتون دي تبقى في حياتي، يعني مش طفله الى ذلك الحد يعني. فبالنسبه لي ممكن اخلي الشنطه دي احط فيها حاجه للديدي، احط فيها يعني بيتهيألي هستخدمها للديدي مش هستخدمها لنفسي، لاني ما تخيلتش يبقى عندي شنطه زي دي في شنطه. بعتلي كمان البانيو ده شكله كده كان في بانيوهات على فكره للاطفال نفس الشكل ده، بتتني وبتتفرق كده برضه. ده على شكل بانيو ومن جوه شايفين
جواه حاجات خشنه كده، يا رب تكونوا شايفينها. ايوه، دول بيساعدوا ان الفرش تنضف بسهوله، يعني انت بتغسلي فيها الفرشه، واحلى حاجه ان هم عاملينها على شكل بانيو، فانت لما تنضفي الفرشه وجواها الصابون والميه وما يطلعش بره، عارفين كده، بحسها كيوت. يعني عمري فكرت اجيب حاجه زي كده، بس يعني شكرا والله. يعني انا كدعاء مش هروح اشتري حاجه زي كده، لان انا بلم الفرش بتاعتي كلها واحطها في الغساله واغسلها، بعملها على دوره كده اللي هي 15 دقيقه، بيطلعوا زي القمر. فما عنديش خلق ان انا اقعد اغسل فرشه. لكن انت لو شخص مثلا مش زي كونتنت كريتور وما عندكيش فرش كتير قوي، واللي عندك كلهم 15 فرش، فلا دي طبعا هتنضف لك الفرش جامد جدا، لان في براندات كتير منزلين منها وغاليه قوي، فانك تجيبيها من عند شيئان بديل ارخص جدا. ومين ينفع يعدي على شيئان من غير ما ياخد الضوافر؟ يا جماعه بعتولي الضوافر دي ومش مصدقه الصراحه الكيوت اللي بعتوها لي. شكل الضوافر ناعمه قوي، ودي من الحاجات اللي انا بحبها قوي، ان يكون شكل الضفر ناعم وما يكونش مبالغ فيه. فده شكل الضفر كده، طبعا هحط لكم على الويب سايت شكله باين على ايد الموديل اكتر، بس صراحه الضوافر بتاعت شيئان حلوه، لان احلى حاجه فيهم ان هم عندهم كل الاشكال، كل الالوان، الناعم، كل الديزاينز، كل حاجه عندهم. وبيدوكي كمان معاها التولز اللي بتستخدميها زي المبرد وزي الدبل فيس، لان انا عارفه ان في ناس كتير بتحب تستخدم الدبل فيس، انا ما بحبوش يعني، مع ان في ناس كتير قوي بتشكر فيه، بس انا ما بحبش الدبل فيس. هو احلى حاجه ان هو بيحافظ على الضوافر، بس انا شخص بيعمل كل حاجه باطراف صوابعه، يعني فاهمين، بمسك كل حاجه من الاطراف ومش عارفه ايه، فبحسهم بيقعوا ما بيستحملوش معايا خالص، فعشان كده بلزقهم بجلو، ضوافري بتبوظ، بس يعني دي الطريقه اللي هتثبت مع شغل البيت. بعتولي كمان دول بعد السيرش والتقصي والبحث، عرفت ان دول زي هولدرز للشعر، او بيدوا الشعر فوليوم. يعني مش عارفه، اللي هو مثلا انتي شعرك كده مفروق، فبتجيبي كده الشعر وتمسكيهم كده، فترفعيه كده شويه، وممكن تحطي هير سبراي فيدي الشعر بتاعك فوليوم. فهم بعتلي كده 2، هكتب لكم نوت بعد ما اجربهم هم عاملين معايا ازاي، بس شفت فيديوهات لناس كتير وبيقولوا ان هم عمليين وحلوين. نيجي لدي، انا مش عارفه دي ممكن تبقى افكتيف ولا لا، بس هنشوف المكونات بتاعتها. بصوا دي عامله زي باتشز، اما يطلع لك حبايه، عارفين الحبوب اللي بتبقى من تحتها حاجات بيضه، دي بشعه انا بكرهها، دي بيبقى زي باتشز بتحطيها على مكان الحبايه وتفضلي تبدليها، وسبيشال لو حطيتيها بالليل بتبقى افكتيف اكتر. تلاقوا الصبح تيجي تشيليها هتلاقيها سحبت لك كل الابيض اللي جوه الحبايه، والحبايه بتاعتك تخف على تقريبا 3-4 ايام. دي الباتشز اللي انا بستخدمها في حياتي، يعني دي معرفش بقى هي افكتيف ولا لا، هجربها واقول لكم عليها، ولو حلوه هقول لكم عليها على الانستجرام. دي المفروض ان هي day and night بلمش باتشز تقريبا، يا رب اكون بقولها كده. شكلهم من جوه الباك، بس انا مستغربه ان في منهم لونه احمر وفي منهم لونه ازرق، فخليني كده اوكي. الباتشز الزرقاء معموله لبالليل، وده احسن وقت تستخدمي فيه الباتشز الصراحه. يعني الباتشز بقى اللي هي لونها اورنج دي اللي هي بتستخدميها بالنهار، وده شكلهم كده من ورا. استنوا بس عشان الفوكس، مش عارفه هتبان ولا لا، بس زي ما انتم شايفين بيبقى لونها شويه زي لون الجلد، ففعليا بتداري شكل الحبوب. انا الباتشز دي عندي من براندز تانية وانا ما استغناش عنها، فخليني اجرب دول واقول لكم عاملين معايا ايه. فتعالوا على الانستجرام لان انا بدي كل الابديتس هناك. بعتولي كمان الماسك بتاع الايدين ده، وحقيقي انا محتاجاه. انا بعد ما اخلص تصوير هجربه واحط لكم نوت هو عامل ايه معايا. هو المفروض ان مكتوب عليه سلوز داتا، تقريبا من نفس البراند دي على فكره، يعني واضح ان البراند دي مشهوره. هبقى اجرب من عندها حاجات تانية من عند شيء. مكتوب عليه لافندر هاند ماسك، ومكتوب صوديوم هايلورون تقريبا، وموسترايزنج ونيا سيامايند، عشان الجمله دي بتلخبطني. هو محطوط جواه 2 جلاف، يعني واحد للايد ده واحد للايد ده، وهم بيقولوا ان هو بتحطيه جوه ايديكي وليه رباط كده بترابي ايديكي، وتسيبيه قد ايه، عايزين بس نشوف، بتسيبيه من 15 ل 20 دقيقه، وقت ما هو جوه ايديكي تقعدي تعملي لايدك مساج. البراند دي اللي من الواضح ان انا لا لازم اجربها لكم، اسمها سلو سانداي تقريبا او سوداي، انا مش عارفه اسمها ايه، لان هم الحرف اللي بعد كده عاملينه على شكل ورده، فانا مش فاهمه ده ايه، بس المفروض ده ان هو كلاي ماسك، مكتوب امازونيا وايت كلاي ديب كلينزنج ماسك. تمام، اشتغل على تنظيف البشره،
يعني ده اللي مكتوب ان هو بينظف البشره تنظيف عميق، وبيشيل الحاجات بتاعه الدهون اللي في البشره، وبيخليها ناعمه، وبيخلي البورز تبان ان هي اقل. هو بيجي معاه معلقه كده عشان ما تحطيش ايدك جوه الماسك ويدخل ميكروبات للماسك بتاعك. وده شكله كده. اوكي، الحته دي، وده شكل الماسك لونه ابيض من جوه. خلينا نشم ريحه. مفيهوش اي ريحه خالص نهائي، يعني ولا ريحه وحشه ولا ريحه حلوه، مفيهوش ريحه اصلا. فخليني اجربه واقول لكم اعمل معاه ايه. محتاجه اعمل ماسك، الواحد نفسيته مش احسن حاجه في الدنيا، فمحتاجين ندلع نفسنا شويه. طبعا الحاجات اللي لسه فيها تجربه هكتب لكم الابديت على الشاشه هي عامله ازاي. بعتولي كمان اللي هي اسمها جيد رولر تقريبا، ومعاها اللي هي الجواشا. يا رب لقطت اسمها بسرعه مع اني في العادي بنسى. يعني المفروض عشان البنات اللي مش عارفين، دي المفروض بعد ما بتعملي السكين كير بتاعك تحطيها في الفريزر او في التلاجة عشان تفضل ساقعه، وبعد كده تمشيها على بشرتك. بس بتمشيها مع خطوط البشره. خطوط البشره اللي هي ايه؟ لو الراس بنمشي كده وكده وكده، دي خطوط البشره. خطوط الوش بتمشي كده كده كده، ما تمشوش كده، يعني اسحبوا على قد خطوط البشره. اوكي. وهنا الدقن المفروض بتعمل بقى بالجاد رولر، قصدي بالتانية الجواشة كده. والرقبة لفوق بس حطوها في التلاجة عشان هتبقى افكتيف اكتر. دي بقى الناحية دي بتبقى معمولة لمنطقة تحت العين. اما تيجوا تعملوا تحت العين تعملوا كده كده، تسحبوا وترجعوا تحطوها وتسحبوا، ما تعملوش كده يعني بوظ لكم الدنيا. وبرده الجزء بتاع فوق العين بتمشوا كده مع الحاجة كده، وده عرفته من دكتوره ليها علاقه بالجلديه. الجواشة بقى شايفه الجزء ده بتعملي بيه كونتور ان كان للدقن او للخد بالشكل ده كده. فانا عاجبني ده، لكن دي ما بستخدمهاش، فنقدر ندي 5 من 10. بعتولي كمان الرموش دي، الصراحه اكسايتد جدا ان انا اجربها. دي رمش اللي هو 1 باي 1 ومقسمينهم كمان، يعني في رموش صغيره فوق وفي اطول هنا. فتعالوا نجرب مع بعض نحطهم. بس انا شويه مستغربه من حاجه جاي معاها دي، واللي هيشوفها يقول دي جلو، بس انا مستغربه ان دي ماسكارا. يعني مستغربه قوي، يعني ممكن يكون ده جلو. خلينا كده برضو نحطه. انا مش عارفه ايه الفكره. والناحيه دي برضو نفس الحاجه، فانا مش فاهمه ايه ده، يعني دي ايه. بس خلينا نصبر شويه نشوف ده جلو ولا لا، وتعالوا نجرب نحط رمش ولا رمشين على اللي احنا حاطينهم دي ونشوف ان كانوا عمليين ولا لا. جاي معاها الملقاط الصغير ده، والملقاط ده خطير بالذات للرموش اللي هي واحده بواحده. شكله كده. وهحط عليه من فوق من الجلو بتاعي. استنوا، ده طلع جلو يا جماعه الماسكارا اللي انا حطيتها. طب انا مش فاهمه الفكره، يعني هي ازاي ماسكارا وجلو يكون مثلا. استنوا عشان ممكن اكون وصلت لي، يعني مع اني مش فاهمه ان احنا ناخد من الماسكارا دي ونحط هنا كده. استنوا، فهمت خلاص انا استوعبت. هي شكلها عامل زي الماسكارا لان انت بتعدي الخط بتاع الرمش في الدواير بتاعه الماسكارا. انا مش عارفه انتوا ممكن تشوفوها ولا لا، بس بتعدوها في الخط بتاع الرمش كده بين الملقاط عشان يظبطه لكم بالملي. على فكره الملقاط ده حلو قوي. ويلا، واو، لا شايفين؟ لا ما شاء الله الجلو ده خطير. اوكي حبايبي، وده بعد ما حطيت 3 رموش هنا و3 رموش هنا. وفعليا الباك دي تستاهل كل جنيه هتحطوه فيها لانها بجد حلوه جدا. والبتاع الملقاط ده خطير، هيسهل عليكي جدا ان انت تحطي الرمش. والفكره دي بتاعه الفرشه، يعني انا كنت مستغرباها اللي هو ليه عاملين ماسكارا، بس احلى حاجه ان انتوا بتمرروا الرمش في الدواير دي، فمش بيهدر ومش بيكلكع لانه على شكل ماسكارا، فهيبقى جامد جدا. وكمان في ناحيتين، ناحيه بيضه وناحيه شفافه، فهيعجبكم جدا. فالباك دي اديها 10 من 10. وبعتلي كمان برا شكلها كده غريبه شويه، مش عارفه دي ممكن تنفع لكونتور او بلاش او هايلايتر على حسب بقى ما انت تحبي. بس صراحه الكيرف بتاعها
شكله حلو قوي. فبرضو خلينا نشوف احنا ممكن نستخدمها بقى لاخر حاجه، وهي دي مكتوب عليها هيتد ايلاش كيرلر. فبالنسبه لي غريبه، يعني ايه ده؟ وحاسه ان انا يعني لا اما هستخدمها غلط لا اما مش هفهمها. بس خليني اوريكم شكلها عشان انا ما شفتها حسيتها غريبه. اولا ده شكلها كده، ده شكل الديفايس كده، وبتفتحي دي كده، وده شكلها يعني زي فرشه كده، يعني جايب كيرف كده شويه. اوكي، والمفروض ان فيها هنا باور وفيها مود وفيها 3 انوار، فاعتقد دول الليفلز. بس دي مش بتتفتح، فاعتقد ان دي هتعملي بيها الرمش كده، يعني فاهم، يعني ده على ما انا فاهمه. فخليني اقرا الكتالوج بتاعها ونعرف بقى تعمل ازاي. كنت متوقعه الصراحه ان انا هفهم اي حاجه من الكتالوج، ما فهمتش اي حاجه غير ان نفتحها ونقفلها وبتشتغل ازاي. هي المفروض ان فيها اسلاك من جوه، مش عارفه ممكن تشوفوها ولا لا، بس دي اسلاك بتشتغل ان هي بتعمل زي حراره. والمفروض ده الباور. اوكي، نور هنا، مش عارفه هتشوفوه ولا لا، بس نور احمر. وبعد كده نعلي المود. المفروض بقى ان اللي تحت ده هو اعلى حاجه، فاحنا هنسيبها شويه لغايه ما تسخن. اوكي، المفروض ان هي كده سخنت، يعني سخنت حتى انا حساها، بس مش الحراره اللي هي الاوفر يعني. فهي المفروض بقى ان احنا هنعمل كده، يعني ان انا برفع بيها الرمش كده. انا بجربها على رموش البلاستيك، فانتوا قولوا لي بقى هتعمل ولا لا، ولا اكون بستخدمها غلط. بس هي عامله زي ما بيكون حاجه دافيه على العين كده، جميله. مش عارفه، دي محتاجه ان احنا نجربها على رموش عاديه. فانا هحاول ان انا اصور لكم فيديو وانا بستخدمها بعد ما اشيل الميك اب، ونشوف ان كانت فعلا ورثت ولا لا. وهكتب لكم على الشاشه يا جماعه خدوها او ما تاخدوهاش، بس انا ارجح بنسبه 75% ان انا هقول لكم ما تاخدوهاش. يعني ليه هحتاج لاش كيرلر كده يعني؟ وليه حراره؟ يعني هو شعر هيتفرد، مش عارف، بحس ان في ساعات فزلكه زياده، في حاجات كده مش محتاجه كل الفزلكه كده. يا حلوين، دي الحاجات اللي بعتوها لي شي ان بمناسبه 11/11 او سيل 11/11. ما تنسوش تخشوا تبصوا على الويب سايت على الخصومات اللي موجوده دلوقتي على الويب سايت، وكمان استخدموا الكود الخصم بتاعي اللي هتلاقوه موجود على الشاشه، وهتلاقوه برده موجود تحت في الديسكربشن بوكس. لينكات كل القطع دي هتلاقوها برده موجوده تحت في الديسكربشن بوكس. ما تنسوش قبل ما تمشوا ان تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعه الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.